أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله القائل: البخيل من سمع اسمي ولم يصلي علي. أسأل الله العلي العظيم أن يتغمد عم الحج عبد الحميد بخالص رحمته. هذا الرجل كان صاحب واجب، وكان لا يتأخر عن أحد، ولذلك عندما نرى ذلك المشهد اليوم فإنما هو ردا لجميل ومعروف قدمه، أنه ما تأخر عن أحد، ولكنه كان دائم التواصل، وكان من الذين يجبرون الخواطر. ولذلك يوم تكريمه ووداعه لا شك بأنه يوم يليق به، فنسأل الله أن يجعل هذه الليلة أسعد لياليه. أيها المسلمون عباد الله، عندما يقف المسلم ونحن في أيام طيبات مباركات، ألا وهي أيام شهر رجب، فينبغي علينا أن نعرف للأيام قدرها وأن نعلم للزمان حقه. فأنتم اليوم تعيشون في زمان شريف، فاليوم يوم من أيام شهر رجب، ودعني أعرفك بشهر رجب بثلاثة معلومات. أما المعلومة الأولى، ففي شهر رجب كان بداية الحمل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ولد في شهر ربيع الأول، فإذا كان الميلاد في ربيع الأول فذلك يستدعي 9 أشهر، فلا يمكن أن يكون الميلاد في ربيع الأول إلا إذا كان بدء الحمل في رجب، فصار رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، صفر، ربيع الأول، شهر ميلاد خير مخلوق مشت قدمه على وجه الأرض. المعلومة الثانية أن شهر رجب من الأشهر الحرم التي حرم الله عز وجل فيها القتال، فهي من الأشهر التي تحمل الأمان والإطمئنان والسعادة والسرور والفرح. والميزة الثالثة أن شهر رجب شهد جبرا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم عندما من الله عليه بمعجزة الإسراء والمعراج. وإننا عندما نقف عند جبر الخواطر فإن أجمل ما يتحلى به المؤمن أن يكون جبارا للخواطر، أن يسعى أن يكون الغير في أمان وسعادة وسلام. فإذا كان ذلك كذلك فهيا بنا ننطلق في لحظات أننا نريد أن نتعلم كيف يكون اللجوء إلى الله عز وجل، لأن الله عندما يرى صدق التوجه من القلب من عبده فإن الله يتولى أمره، فإن الله عز وجل يتولى أمره. ابن آدم، أنت تجد الطفل يلهو
ويلعب ويسعد ويجري اطمأن تمام الاطمئنان لأن له أب. فكيف تخاف أنت ولك رب، ولك ربا يدبر الأمر ويفعل ما يشاء؟ إذا ما كان في قلبك صدق التوجه إلى الله فإنك بذلك تحقق المراد مما أمرك الله به، لأنك لا بد لك من أحد يقدم لك الدعم والسند، لا بد لك من أحد يلبيك إذا ما ناديته ويجيبك إذا ما دعوته، ويكون عندك ويكون قادرا على كل شيء، فلن تجد غير الله. فعليك أن تسلم الأمر لله، وأن تعلم أن ربك يناديك صباحا ومساء ويقول لك عبدي لا بد لك مني فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أقرب إليك من كل شيء. عبدي قف على بابي أكتبك من أحبابي، ولذ بجنابي أسقيك من لذيذ شرابي، وناجني بآلائي وقل لي يا رب أقول لك لبيك لبيك لبيك، والخير كله بين يديك. عبدي إن أحببتنا أحببناك، وإن أطعتنا قربناك، وإن عصيتنا أمهلناك، وإن تبت إلينا برحمتنا قبلناك. فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الرؤوف الرحيم؟ فإذا كان لك صدق توجه مع مولاك الذي خلقك وسواك وعلى موائد فضله رباك، فإن ربك يقول لك استعن بي وتوكل علي ولا تخف من شيء، فبيدي خزائن السماوات والأرض. ينادي عليك دوما بل ودائما عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها، والأرض وأقطارها، والبحار وأمواجها. انظر إلى كل ما هو متحرك وساكن ومستيقظ وراقد وراكع وساجد، وما غاب وما حضر، وما خفي وما ظهر، الكل يقر بجلالي ويسبح بحمدي ويتزين بذكري. لا إله إلا أنا ولا يغفل عن شكري. فإذا ما كان لك صدق توجه مع مولاك فإنك عند ذلك تنعم أن الذي يقدم لك السند ويقدم لك الدعم هو الفعال لما يريد. إذن فلا ينبغي أن تقلق، ولا يجوز لك أن تحزن، ولا ينبغي لأي إنسان أن يقنط أبدا من روح الله، لأن القنوط من روح الله كبيرة من الكبائر، ولكنك تسلم الأمر، لأنه يقول عبدي سلم الأمر لنا تجدنا، ولا تدبر لك أمرا فأولي التدبير هلك، أولي التدبير هلك. ولكن من دبر، من سلم أمره لله يدبر له، لا شك بأنه سينجو، سيفوز، سيحظى بالخير في الدنيا والآخرة. ولذلك سيدك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكالب عليه أهل الدنيا وعندما اشتدت عليه الأمور صدق في التوجه إلى رب الأرباب، إلى جبار الأرض والسماوات، ونادى عليه وقال إلهي أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني يا رب؟ إلى بعيد يتهجمني أم إلى عدو ملكته أمري؟
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الأرض والسماوات من أن يحل بي سخطك أو ينزل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عند ذلك يأتيه المدد من السماء وينزل إليه أمين الوحي جبريل ويقول له: يا محمد، إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك الدنيا فإننا ندعوك إلى السماوات العلى، فوالله ما مهدت الدور إلا لأجلك، وما حمي الحمى إلا لوصلك، وما روق كأس المحبة إلا لشربك. فقم يا نائم، فلقد جهزت لك الغنائم. أنت مدعو من القدم، وأنت الليلة صاحب المقام والقدم، وأنا ومن معي من الملائكة لك من جملة الخدم. فارتقى الحبيب إلى السماوات العلى وصعد إلى هناك حيث لا هناك هناك، حيث يقف الإنسان مجدوعا منتبها متعجبا من جمال ما رأى. يا للأمر يا للأمر عندما تسامى المسجد الأقصى وتطاولت أعواد الأقصى والمسجد شدم وتساءل الحدثان والثقلان: ما هذا الصدى؟ فأجابت السبع الطباق: سنا بعالمكم بدا، فالليلة إسراء ومعراج أقيم لأحمد. جبريل راح في السماء نادى فيها وغدا، نادى الملائكة في العلا: حي النبي محمدا، حي النبي محمدا، حي النبي محمدا. فكان ذلك السمو وذلك الرقي إلى السماوات العلى، حيث لا إنس ولا جان ولا ملك من الملائكة المقربون. وعندما وصل إلى سدرة المنتهى، وما أدراك ما سدرة المنتهى، عندما أراد أن يخلع نعليه فقيل له من قبل ربه: لما يا محمد؟ قال: يا ربي، خشيت عقوبة الطرد أو مرارة الرد، أو يقال لي كما قيل لأخي موسى: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فعند ذلك قال له ربه: يا محمد، إذا كان موسى هو الطالب فأنت المطلوب، وإذا كان موسى محبا فأنت المحبوب. يا محمد، دس على بساطنا فأنت منا وحبيبنا، وسل تعطى واطلب تجاب. قال: يا ربي، لا أسألك آمنة التي ولدتني، ولا حليمة التي أرضعتني، ولا فاطمة ابنتي، ولكن يا رب أمتي، يا رب أمتي. في ذلك المقام يقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي. ما لذلك النبي وكرامته، ما لذلك النبي ومحبته لا ينسانا في هذا المقام ويقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول له ربه: يا محمد، أنت نبي كريم شريف، وأنا رب بخلقه لطيف، وأمتك من دون الأمم خلق ضعيف، فوعزتي وجلالي لن يضيع الضعيف بين اللطيف والشريف، ولأجعلن القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. فكان ذلك هو النور والبيان والخير والإرشاد
أذلك نبي يعصى؟ أذلك نبي تهجر سنته؟ أذلك نبي يهان قرآنه؟ أذلك نبي يمكن في من المسلمين اليوم من لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة؟ أيكون من المسلمين اليوم من يسبون الدين ومن يفعلون المنكر ومن يسيئون إلى ذلك الدين الذي كان ينبغي أن نحمله فوق رؤوسنا؟ إن رسولنا ما جاء إلا ليضمن لنا الجنة يوم القيامة. يا سادة يا كرام، أتدرون ماذا تفعلون وأنتم على باب الجنة واقفون؟ ربنا عز وجل يسألكم سؤال ويقول لكم يا عبادي يا عبادي ماذا يا رب، ماذا تريدون وأنتم واقفون على باب الجنة؟ عاوزين ايه؟ يقولوا له يا رب انتم اللي هتقولهم يا رب، عندنا 4 حاجات كانوا مزعليننا في الدنيا يا رب. ايه هم دول؟ يقول لك الحاجة الاولانية التعب والمرض شديد يا رب، يخلي البني ادم قدامه الاكلة الحلوة ما يقدرش ياكلها، عنده مشوار ما يقدرش يروحه، فاللي كان مزعلنا المرض يا رب. رقم 2 ايه؟ فيقولون الهم والغم. رقم 3 ماذا يفعلون؟ يقولوا له يا رب الكبر والهرم وبقينا كبار في السن يا رب. رقم 4 الموت يا رب، اللي مزعلنا الموت يا رب. طيب جزاكم الله خيرا. من يعني شكر الله سعيكم جميعا، من يريد أن ينصرف فشكر الله سعيه. فالناس على باب الجنة وهم واقفون اللي مزعلهم التعب والمرض والشقاء والكبر والموت. لما يقول لك والدفنة والعزاء اليوم، فعند ذلك ربنا يقول لهم يا أهل الجنة لكم عندي أن تسعدوا فلا تشكوا، وأن تصحوا فلا تمرضوا، ولكم عندي أن تشبوا فلا تكبروا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. فيقولون الحمد لله. بعد ما يدخلوا الجنة يا ترى ايه النعمة اللي يحمدوا ربنا عليها؟ نعمة زوال الهم، نعمة زوال الهم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أذهب عنا الحزن. فعند ذلك ربنا يقول لكم عبادي وأحبابي طالما وقفتم على بابي ولزتم بجنابي لأبوئنكم دار النعيم، ولأعطينكم اليوم العين المكين، ولأجعلن لكم مقاما معلوما، إن ذلك كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فتنعمون بالجنة التي أسأل الله العلي العظيم أن يتغمد عم الحج عبد الحميد بخالص رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل هذه الليلة أسعد لياليه. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين في قبورهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وشكر الله لكم سعيكم جميعا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.